بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدي الكرام ومتابعي قناة سلام الإعلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم دوما أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نفتتح دوما ونختتم بها لقاءنا الأسبوعي معكم في برنامج مع اللغة العربية. هذه هي الحلقة رقم 129 بحمده تعالى. ووددت في هذه الحلقة أن نقلب وإياكم من أمهات الكتب شيئا مما خطه الكتاب، وخاصة وأن أدب الكاتب لابن أبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة المعروف بابن قتيبة، هذا من أشهر الكتب الأدبية والمعرفية كذلك، وكثيرا ما أشرت إليه أنا في حلقات سابقات. وارتأيت في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أن نقرأ شيئا في برنامج مع اللغة العربية بعد أن كرسنا لمدة شهر كامل في شهر رمضان المبارك لقاءنا مع البروف جلال الدين محمد صالح حفظه الله ورعاه. وقد أتحفنا، وكانت هناك حلقة عيدية لم تبث لأسباب فنية، ولكن نشرتها على صفحتي لمزيد من المتابعة، أو لأنها لم تنشر على هذه القناة، وهي أسباب خارجة عن إرادة الجميع. لكم التحية أيها الأحباب في الطاقم الفني والمشرفين كذلك. أيها الأخوة والأخوات، في أدب الكاتب، طبعا هذا الكتاب هو كتاب ضخم يحتوي على وهو كتاب المعرفة حقيقة، يعني على أكثر من عنوان تقريبا، فيه أبواب عدة. وأنا يمكن إن شاء الله في حلقة أجي أتحدث حتى عن الأسلوب الذي كتب به هذا الكتاب. ولكل أديب ولكل كاتب الذي لا يقرأ هذا الكتاب أو يتصفحه، حتى ولو لم يكن كله، جزءا منه، لو لم يتصفحه فأقول إنه يعني عليه أن يتصفح هذا الكتاب. في أدب الكاتب طبعا، ونحن لماذا أنا لماذا دار أقرأ، يعني أود أن أقرأ شيئا من ذلك، لأننا نعاني أزمة الكتابة في هذا العصر. وأزمة الكتابة في هذا العصر قد تنقلنا إلى أزمات أخرى، ولا نعلم ماذا يخبئ لنا القدر في فن الكتابة وأسلوب الكتابة الذي سينشر قل بعد 30 40 50 سنة سيكون كيف ذلك. في المقدمة في هذا الكتاب الذي يعني شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ علي ناعور له الشكر، أنا خلوني أقرأ هذه الجزئية، وهي لابن خلدون في المقدمة. يقول: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 4 دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القاني، وما سوى هذه ال4 فتوابع لها وفروع عنها. هذا ابن خلدون، يعني كل العلوم المتعلقة بعلم اللغة والمعرفة وما إلى ذلك هي فروع من هذه الكتب ال4. واحد منهم أدب الكاتب لابن قتيبة.
والكامل للمبرد، والبيان والتبيين الجاحظ، والنوادر لأبي علي القاري. ولذلك رحم الله ابن خلدون كذلك، وذكروا في المقدمة، طبعا مقدمة ابن خلدون الشهيرة. طبعا هذا الكتاب قدم له مقدمة وافية علي فاعور وقبل مدة من الزمن، لكن أنا سأقدم يعني ماذا قال ابن قتيبة نفسه رحمه الله في المقدمة التي كتبها. أولا، كل شيء لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ومبتور، يعني كما ورد في الأثر يعني وفي الأحاديث يعني. ولذلك خيرا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكل الكتابات الجادة على فكرة لا بد أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا كنت في يوم من الأيام أشرت أنه ونحن في عهدنا السابق مع جماعة أسمرة، يعني أحد الوزراء الذي كان وزيرا للإعلام في يوم من الأيام وتوفاه الله رحمة الله عليه. فمن نافلة القول يعني أنا دائما أحب أحكي شوية كمان يعني قبل ما نخش، لأنه الحكي في مثل هذه الحلقات هو برضو شيء مفيد يعني. آه، وأود أن أشير إلى أهمية البدء بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا في كل عملنا الإعلامي الذي كان في أسمرة قرابة 17 عام، يعني سبحان الله كنا ممنوعين أن نقول بسم الله والحمد لله وما إلى ذلك. نشرة الأخبار تخشها بدون بسملة وما يعني هكذا يعني. فذات يوم جاءني بيان صادر أيام الأزمة، أزمة حنيش يعني، بيان صادر عن الجمهورية اليمنية في عهد الراحل علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. فصادر أيام زوغر وحانش، مشكلة الجزر بين إريتريا واليمن، فصدر بيان مشترك بين الحكومتين. فكلفت بقراءة ذلك البيان في إذاعة صوت الجماهير الإريترية. فأخذت البيان، طبعا راجعته، دخلت الاستوديو لأقرأ البيان، مع أنه البيان أنا ما مسؤول في أي كلمة مكتوبة فيه، لكن خفت من أن شوف تخيل مدى الرعب والخوف الذي كنا نعيشه يعني. فالبيان مبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا يشرفني أقول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن برضو يعني لأنه أنا لا أمن شر المجموعة الحاكمة، فقلت أتبين حتى لا يأخذوني على غرة يعني. فقلت أتبين من أين أو كيف أو اتصالا بمين، بأعلى سلطة موجودة في الوزارة هو الوزير يعني. والوزير رحمة الله عليه، لا لأنه نحن مأمور أن نذكر محاسن موتانا، ولذلك أنا أحكي الموقف لكن لا أقول اسم الوزير يعني عموما. فاتصلت على مكتب الوزير، استقبلتني السكرتيرة فقالت لي ماذا وراءك، هكذا يعني، وكلام كله كان بلغة التجرين يعني. فقلت لها داير أتحدث مع الوزير، فحولتني إلى الوزير. من أنت؟ أنا أحمد الشريف موجود في الاستوديو. فاتصلت عليه وقلت له السلام عليكم. والله يمكن السلام عليكم ذات مشكلة مع أولئك وهؤلاء يعني. ولذلك أنا في هذه القناة المباركة، أنا أسميها مباركة ليه؟ لأنه مباركة لأنه نتماهى مع ثقافتنا، نتماهى مع أشيائنا العقدية والثقافية والفكرية يعني. نحن ناس مسلمين يعني، والحمد لله إن خلقنا مسلمين يعني. فقلت له معالي الوزير أنا أحمد شريف. أيوة. قال لي فيه إيش؟ تفضل. فقلت له يا أخي البيان الصادر عن الجمهورية اليمنية وموقع عليه من إريتريا واليمن، فمبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهل أبدأ من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعمل إيش؟ قال لي بادي بكيف، ما معنى هو الوزير، مكتب الوزير هو اللي سلم القسم العربي عشان يقرأ يعني. قلت له بادي بسم الله الرحمن الرحيم. لا قال لي والعياذ بالله يعني. قال لي بلا بسم الله، سيبها. قال لي سيبها، انزل تحت اقرا تحت. طبعا أنا حسيت بمرارة حقيقة يعني، لكن مكرها أخاكم لا بطل يعني. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وقريت من تحت يعني.
لأنه يعني فقد يتساءل سائل يقول لماذا تسأل؟ ما هو ادوك البيان وتقرأه. لا، ممكن الجماعة يأخذوك على غرة. ليه قريته؟ حتى لو قلت يا أخي البيان ده أنا ما كتبته وبادي بسم الله الرحمن الرحيم وقرأته هنا، لا، ليه ما تسأل؟ لماذا لم تسأل؟ ولذلك كان ذلك عهدا عجيبا يعني. ولذلك أنا اليوم أتعمد في هذه القناة وحتى في القنوات التي أعمل بها أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد حكيت فيما سبق إنه مدير عام الإذاعة آه، ساعة عمل يعني أجرى معي تحقيقا كاملا يعني، وعلى انفراد وفيه شكل من أشكال التهديد والوعيد وبتاع. لماذا أبدأ نشرة الأخبار بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ دعك من بسم الله. هذا مدخل طويل. إيش هذا؟ قال لي حديث بالتقرية طبعا يعني. ماذا تقول كذا؟ احكي لنا. قلت له أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوي حاجة. قال لي نويحة عايزي نويح مأتوي. البرنامج مع اللغة العربية عفوا العزيز الفشاء، لكن كانت لغة الحديث هكذا. هذا قال لي مدخل طويل وممل يعني حسب كلامه. ايش هذا؟ بعدين هذه ليست ثقافتنا نحن. قال له هذه ثقافة العمل الإعلامي. يعني أنا أحاول أن أقول له إنه يعني هو طبعا مخدننا على أننا أتينا من السودان وجامعة درمان الإسلامية والثقافة وهكذا وبتاع، ويعني نحن مشروع حضاري يعني، كما صرح بذلك عدد من أولئك الذين يعني بعد أن عرفناهم وعرفونا وهكذا صنفناكم هكذا أنتم ناس المشروع الحضاري. هكذا قالوا لنا يعني صراحة يعني، ونتشرف أن نكون وليتنا كنا يعني. عموما فقال لي هذه ليست ثقافتنا، نحن الثوار، نحن الإعلاميين وهكذا. وأنا تحفظت عن كلمة إعلاميين فقلت لهم أنتم كنتم ثوار، ولكن هذا أسلوب متبع في كل الوسائل. أفتح البي بي سي، أفتح السي إن إن، أفتح أي قناة يعني، حتى القنوات اللي تتحدث قنوات مسيحية لكن تتحدث لغة عربية، لا بد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمستمع. هذا حق المستمع، وهذه ثقافة اللغة ذاتها. طبعا ما حبيت أقول له أنا مسلم وهكذا، طبعا أخاف يعني وربنا يسامحنا على حاجات كثيرة يعني. حقيقة يعني نحن كنا نعيش حالة من حالات الجهاد والمجاهدة والله العظيم يعني. ما أنا لست وحيدا لكن كنا مجموعة يعني، بس عددنا مش كثير يعني. فقال لا، قال لي هذا مدخل طويل لا يمكن، لا نسمح وليست ثقافتنا. قلت له أنتم كنتم ثوار يعني تخافون على أهاليكم وما إلى ذلك. هذه مرحلة دولة وهذا أسلوب عالمي موجود في كل الإذاعات والتلفزيونات. وساعات الكلام كان في الإذاعة صوت الجماهير. فقال لي رجاء اختصر طيب الكلام. وهذا قلت له معمول به في كل طيب اختصر. قال لماذا تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ عدها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو عدت سبع كلمات في مدخل. قلت له، فقال لي أبدأ كده السلام عليكم أقيف هنا. قال لي، قلت له ما أقدر أقيف هنا. طيب ورحمته أو رحمته أقيف في ورحمته. لا، الرحمة رحمة الله. قلت له رحمة الله. طيب أقيف هنا. قال تعالى. لا لا. طيب بعد جدل كده السلام عليكم ورحمة الله بس أقيف هنا. قال لي يعني تعالى وبركاته سيبه. قال لي سيبه تعالى وبركاته. حاضر. فاستمريت فترة من الزمن وردحا من العمر أقول السلام عليكم ورحمة الله. وكنت والله بحمده تعالى أول من بدأ بهذا المدخل يعني، وأول من قال اسمه وهو يقرأ نشرة الأخبار. فأردف المدير العام للإذاعة ثم أنك تذكر اسمك وأنت تقرأ الأخبار. قلت له نعم، هذا ليس في عرفنا، أنت الوحيد الذي تقول اسمك. هذا أحمد شريف يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار، لماذا تذكر اسمك؟ قال له هذا أسلوب عالمي، أسلوب إعلامي متبع. أفتح ذيسيس كده في البي بي سي في السي. قال لي لا نحن ما نذكر أسماءنا. قلت له أنتم كنتم ثوار كذلك، الآن نحن مرحلة الدولة. فقال لي يعني المهم، فقال لي طيب دعك من الاسم مش مشكلة يعني، لكن ورحمة الله تعالى وبركاته دي هو عدم. فقلت له أوكي. وكنت أول واحد برضو بحمده تعالى ذكر اسمه. كنت أول واحد كمان لبس هذا اللبس الذي ترونه أمامكم عليه أعمة
وسماديت وسديري وكذا. الحمد لله يعني اختطيت أشياء كثيرة بحمده تعالى، وأشكر الله على ذلك يعني. فهذا على ذكر بسم الله يعني، ومن نافلة القول يعني. فيقول ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوي، وهو مؤلف متوفى يعني زمن سنة 276 هجرية، توفي في ذلك العام. شو بالله توفي ونحن الآن في كم 1400 وشيء، ونحن نقرأ من يعني رجل توفي وكتابه باقي سنة 276 للهجرة النبوية الشريفة. تعالوا معي مشاهدي الكرام ماذا قال ابن قتيبة في مدخله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد بن عبد الله بن قتيبة رحمه الله تعالى: أما بعد. أما بعد حمد الله. طبعا أما بعد إذا وقفت لازم تقول أما بعد، لكن هو عامل مضاف مضاف إليه، فقال أما بعد. أما بعد حمد الله بجميع محامده. والله سبحانه وتعالى له مجاميع من المحامد أو أسلوب الحمد أو ما يقتضي أن يحمد عليه الله سبحانه وتعالى بجميع محامده. محامده علينا نحن كبشر وعلى هذا الكون، سماء وأرضا ونباتا وحيوانات، بجميع محامده. والحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أنت تشكر شيئا أسدى لك معروفا، لكن الحمد هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يفسر القرآن إلا بالقرآن، يعني إلا باللغة اللي نزل بها. يعني لا يمكن أن تقول ويقرأ كما نزل. الحمد لله، حتى لا يجوز أن تقول الثناء لله، الشكر لله، المجد لله. في هذه الآية سورة الفاتحة لا بد أن تقول الحمد لله، ولا يصلح أن تقول لله الحمد. فرق كبير. لله الحمد، الحمد كله فقط هو لله سبحانه وتعالى. فيقول أما بعد حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين. ناكبين، الناكبون الواحد ناكب العادل عن الشيء، وبعدين نقول تنكب الطريق هكذا. قال عن سبيل الأدب ناكبين، مبتعدين، وعن اسمه متطيرين. والتطير هو التشاؤم يعني. المتطيرون الواحد متطير وهو المتشائم. ولأهله كارهين. أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي، وتعني الشادي هنا الذي أخذ من العلم طرفا وأتقنه. والشادي تارك للازدياد، يعني أخذ من العلم طرفا وتركه. والشادي تارك للازدياد. والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس، ليدخل في جملة المجدودين. المجدودين الواحد مجدود بمعنى المحفوظ، عفوا المحظوظ من الجد وهو الحظ. ليدخل في جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين. وكسدت سوق البر وبارت بضائع أهله، وصار العلم عارا على صاحبه، والفضل نقصا، وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس. والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلق.
والخلق هو المتاع البالي يعني. والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلق. وآضت أي صارت، يقال آض سواد شعره بياضا أي صار بياضا. وآضت المروءات في زخارف النجد. والنجد ما نضج من متاع البيت، ما نضض من متاع البيت. وتشييد البيان ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان. ونبذت الصنائع وجهل قدر المعروف، وماتت الخواطر وسقطت همم النفوس. هو قاعد يدي وصف لزمانهم. وسقطت همم النفوس وزهد في لسان الصدق وعقد الملكوت. فأبعد غايات كتابنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف. هذه غاية في ذلك الزمن. طبعا زمننا هذا الحروف ذات انتهت مع الكيبورد والحاجات يعني. ولو دخل الإنسان، وأنا قلت في يوم من الأيام وأنا أكتب شيئا على صفحات، لأنه حاولت أكتب فكدت أنسى خطي يعني، لأنه ما بدينا نكتب على الورق كثير يعني. فلفت انتباه الناس وقلت: أيها الناس، اكتبوا، لأن في الكتابة بخط اليد في شيء من الارتباط بأشياء وجماليات كثيرة وتدفعكم لأشراف الأمور. فقال إنه في ذلك الزمن يعني غايات كتابنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف. وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينا، مش أبياتا، أبياتا في مدح قينا. والقينة يعني أبياتا تصغير أبيات، ويكون ذلك بضم الحرف الأول وفتح الثاني وإضافة ياء ساكنة بعده. وهنا أضغمت الياء الزائدة مع الباء في أصل الكلمة القينة الأمة. يعني أعلى منازل أديبنا في ذلك الزمن أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينة. نعم. يواصل ابن قتيبة في أدب الكاتب في مقدمته فيصف زمان كتاب ذلك الزمان، ويضيف فيقول: وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا في مدح قينة أو وصف كأس. وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه، وعلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وهو لا يدري من نقله. قد رضي عوضا من الله ومما عنده بأن يقال فلان لطيف. يا سبحان الله، فلان دقيق النظر. يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس وبلغ به علم ما جهلوه، فهو يدعوهم الرعاع والغثاء والغثر. الرعاع أراذل الناس وضعفاؤهم، والغثاء ما يحمله السيل من نبات، والزبد الغث سفلة الناس. وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى، وهي به أليق
الذي يصف الناس بتلك الأوصاف ويجرم ويزعم ويحرف في كتاب الله وفي أحاديث المصطفى، يقول: فهو لعمر الله بهذه الصفات أولى وهي به أليق، لأنه جهل وظن أن قد علم، فهاتان جهالتان، ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون. ولو أن هذا المعجب بنفسه الزاري على الإسلام برأيه نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور الهدى وثلج اليقين، ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعاداه، أي قصد لذلك وتركه كل ما يشغل عنه، وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون، وقل فيه المتناظرون، له ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم. فإذا سمع الغمر، والغمر من لم يجرب الأمور، والحدث الغر قوله الكون والفساد، وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار المؤلفة، راعه ما سمع، وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل، إنما هو الجوهر يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، ورأس الخط النقطة، والنقطة لا تنقسم، والكلام أربعة: أمر وخبر واستخبار ورغبة. ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب، وهي الأمر والاستخبار والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر. والآن حد الزمانين مع هذيان كثير، والخبر ينقسم إلى 9,000 وكذا 100 من الوجوه. فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالا على لفظه، وقيدا للسانه، وعيا في المحافل، وعقلة عند المتناظرين. العقلة ما يعقل أي ما يربط به كالقيد، وفي نسخة غفلة، يعني حتى بلغة التقريت نقول إعقال، يعني وأعقلها وتوكل في الحديث النبوي الشريف. ويقول ابن قتيبة في مقدمته: ولقد بلغني أن قوما من أصحاب الكلام سألوا محمد بن الجهم البرمكي، ومحمد بن جهم البرمكي رجل من البرامكة ومن أصحاب المنطق، أن يذكروا لهم مسألة من حد المنطق حسنة لطيفة، فقال لهم: ما معنى قول الحكيم: أول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة، في علم المنطق يعني. فسألوه التأويل، فقال لهم: مثل هذا رجل قال: إني صانع لنفسي كنا، والكن البيت، وقاء كل شيء وستره، شيء المكنون يعني. فوقعت فكرته على السقف. مثل رجل قال: إني صانع لنفسي كنا، فوقعت فكرته على السقف، ثم انحدر فعلم أن السقف لا يكون إلا على حائط، وأن الحائط
لا يقوم إلا على أس، وأن الأس لا يقوم إلا على أصل، ثم ابتدأ في العمل بالأصل، ثم بالأس، ثم بالحائط، ثم بالسقف، فكان ابتداء تفكيره آخر عمله، وآخر عمله بدء فكرته. فأي منفعة في هذه المسألة؟ يتساءل. وهل يجهل أحد هذا حتى يحتاج إلى إخراجه بهذه الألفاظ الفهائلة، بهذه الألفاظ الهائلة؟ وهكذا جميع ما في هذا الكتاب. ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البكم، أو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب. يواصل فيقول: فالحمد لله الذي أعاد الوزير أبا الحسن أيده الله من هذه الرذيلة وأبانه بالفضيلة، وحباه بخيم السلف الصالح، ورداه رداء الإيمان، وغشاه بنوره، وجعله هدى من الضلالات ومصباحا من الظلمات، وعرفه ما اختلف فيه المختلفون على سنن الكتاب والسنة، فقلوب الخيار له معتقلة، ونفوسهم إليه ماثلة، وأيديهم إلى الله في مضان، أي في مضان القبول ممتدة، وألسنتهم بالدعاء له شافعة، يهجع ويستيقظون، ويغفل ولا يغفلون. وحق لمن قام لله مقاما، وصبر على الجهاد صبرا، ونوى فيه نيته، أن يلبسه الله لباس الضمير، ويرديه رداء العمل الصالح، ويصور إليه مختلفات القلوب، ويسعده بلسان الصدق في الآخرين. فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة، يعني الراحة، واستوطأوا مركب العجز، وأعفوا أنفسهم من كد النظر، وقلوبهم من تعب التفكر، حين نالوا الدرك بغير سبب، وبلغوا البغية بغير آلة. ولعمري كان ذلك. فأين همة النفس؟ وأين الأنفة من مجانسة البهائم؟ وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه، وارتضاه لسره، فقرأ عليه يوما كتابا، وفي الكتاب: ومطرنا مطرا كثر عنه الكلأ. فقال له الخليفة ممتحنا له: وما الكلأ؟ قال: ومطرنا مطرا كثر فيه الكلأ. فقال له الخليفة ممتحنا له: وما الكلأ؟ فردد في الجواب وتعثر لسانه، ثم قال: لا أدري. فقال: سل عنه. وفي مقام آخر في مثل حاله قرأ على بعض الخلفاء كتابا ذكر فيه حاضر طيء، فصحفه تصحيفا أضحكه منه، أي أضحك منه الحاضرين. وفي قول آخر في وصف برزون أهداه: وقد بعثت به إليك أبيض الظهر والشفتين. فقيل له: لو قلت أرثم المضى. قال: فبياض الظهر ما هو؟ قالوا: لا ندري. قال: إنما جهلت من الشفتين ما جهلتم من الظهر. ولقد حضرت جماعة من وجوه الكتاب والعمال العلماء يتحلب الفيء، والفيء هو جباية الغنيمة والخراج، وقتل النفوس فيه، وإخراب البلاد،
والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين. وقد دخل عليهم رجل من النخاسين، والنخاسون الواحد نخاس بائع الرقيق وكذلك بائع الدواب، ومعه جارية ردت عليه بسن شاغية زائدة، فقال: تبرأت إليهم من الشغى فردوها علي بالزيادة، فكم في فم الإنسان من سن، فما كان فيه أحد عرف ذلك، حتى أدخل رجل منهم سبابته في فمه يعد بها عوارضه فسال لعابه، وضم رجل فاه وجعل يعدها بلسانه، فهل يحسن بمن ائتمنه السلطان على رعيته وأمواله ورضي بحكمه ونظره أن يجهل هذا من نفسه؟ وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من جهل عدد أصابعه؟ ولقد جرى في هذا المجلس كلام كثير وفي ذكر عيوب الرق، فما رأيت أحدا منهم يعرف فرق ما بين الوكع والكوع، ولا الحنف من الفدع، ولا اللمى من اللطع. والوكع والكوع، الوكع ميل الأصابع قبل السبابة حتى تصير كالعقفة قلقة أو عرضا، وقد يكون في إبهام الرجل فيقبل الإبهام على السبابة حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة. أما الكوع رأس اليد مما يلي الإبهام. فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، أساليب الكتابة والأشياء التي يحكي عنها وهو لا زال في المقدمة، قال ابن قتيبة: فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، وخشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثره، جعلت له حظا من عنايتي وجزءا من تأليفي، فعملت لمقفل التأديب كتبا خفافا في المعرفة وفي تقويم اللسان واليد، يشتمل كل كتاب منها على فن، وأعقبته من التطويل والتثقيل لأنشطه وأحفظه في دراسته إن فاءت به همته، وأقيد عليه بها ما أضل من المعرفة، وأستظهر له بإعداد الآلة لزمان الأدلة أو لقضاء الوطر عند تبين فضل النظر، وألحقه من كلال الحد ويبس الطينة بالمرهفين، وأدخله وهو الكودن في مضمار العتاق. وليست كتبنا هذه لمن لم يتعلق من الإنسانية بالجسم ومن الكتابة إلا بالاسم، ولم يتقدم من الأداة إلا بالقلم والدواء، ولكنها لمن شدى شيئا من الإعراب فعرف الصدر والمصدر والحال والظرف، وشيئا من التصاريف والأبنية وانقلاب الياء عن الواو والألف عن الياء وأشباه ذلك. ولا بد له مع كتبنا هذه من النظر إلى الأشكال لمساحة الأراضين، حتى يعرف المثلث القائم الزاوية والمثلث الحاد والمثلث المنفرج ومساقط الأحجار والمربعات المختلفات والقسية والمداورات والعمودين، ويمتحن معرفته بالعمل في الأراضين لا في الدفاتر، فإن المختبر ليس كالمعاين. وكانت العجم تقول: من لم يكن عالما بإجراء المياه وحفر فرض المشارب وردم المهاوي ومجاري الأيام في الزيادة والنقصان
ودوران الشمس ومطالع النجوم وحال القمر في استهلاله وأفعاله ووزن الموازين وذرع المثلث والمربع والمختلف الزوايا ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير عن المياه وحال أدوات الصناع ودقائق الحساب، كان ناقصا في حال كتابته. ولا بد له مع ذلك من النظر في جمل الفقه ومعرفة أصوله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كقوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والخراج بالضمان، وجرح العجماء جبار، ولا يغلق الرهن، والمنحة مردودة، والعارية مؤداة، والزعيم غارم، ولا وصية لوارث، ولا قطع في ثمر ولا كثر، ولا قود إلا بحديدة، والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، ولا طلاق في إغلاق، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والجار أحق بصقبه، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، وكنهيه في البيوع عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والثنيا، وعن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن بيع الغرر وبيع المواصفة، وعن الكالئ بالكلاء، وعن تلقي الركبان في أشباه لهذه كثيرة. إذا هو حفظها وتفهم معانيها وتدبرها أغنته بإذن الله تعالى عن كثير من إطالة الفقهاء. ولا بد له، أي للكاتب، مع ذلك من دراسة أخبار الناس وتحفظ عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره، متمثلا إذا كتب، أي ضاربا الأمثلة، ويصل بها كلامه إذا حاور. ومدار الأمر على القط، وهو العقل وجودة القريحة، فإن القليل معهما بإذن الله كاف، والكثير مع غيرهما مقصر. ونحن نستحب لمن قبل عنا وأتم بكتبنا أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه، ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه، ويصون مروءته عن دناءة الغيبة، وصناعته عن شين الكذب، وبجانب قبل مجانبته اللحن وخطل القول، شنيع الكلام ورفث المزح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة، كما يقول ابن قتيبة: يمزح ولا يقول إلا حقا. ومازح عجوزا فقال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. وكان في علي عليه السلام دعابة. وكان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه. وسئل عن رجل فقال: توفي البارحة. فلما رأى جزع السائل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. ومازح معاوية الأحنف بن قيس، فما روي مازحان أوقر منهما. قال له معاوية: يا أحنف، ما الشيء الملفف في البجاد؟ قال له: السخينة يا أمير المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر: إذا مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجيء بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن، أو الشيء الملفف في البجاد. تراه يطوف الآفاق حرصا
ليأكل رأس لقمان بن عادي، والملفف في البجاد وطب اللبن. وأراد الأحنف أن قريشا كانت تعير تعير بأكل السخينة، وهي حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر وعجف المال وكلب الزمان، فهذا وما أشبه مزح الأشراف وذوي المروءات. فأما السباب وشتم السلف وذكر الأعراض بكبير الفواحش فمما لا نرضاه لخساس العبيد وصغار الولدان، فما بالك بالكتاب يعني. ونستحب له أن يدع في كلامه التعقير والتقعيب. والتعقير والتقعيب، التعقير والتعقيب واحد، ومعناها التعمق واستخراج معاني الكلام، كقول يحيى ابن عمرو لرجل خاصمته امرأته عنده: أأن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضصهلها. وكقول عيسى بن عمرو ويوسف بن عمرو ابن هبيرة يضر به بالسياط: والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك. فهذا وأشباهه كان يستثقل، والأدب غض والزمان زمان، وأهله يتحلون فيه بالفصاحة ويتنافسون في العلم، ويرونه تلو المقادر في درك ما يطلبون وبلوغ ما يؤملون. فكيف به اليوم مع انقلاب الحال؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيقهون المتشدقون. ونستحب له إن استطاع، أي للكاتب يرى ابن قتيبة، أن يعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل الإعراب، ليسلم من اللحن وقباحة التقعير. فقد كان واصل بن عطاء سام نفسه للثغة كانت به إخراج الراء من الكلام، ما كان يقدر يقول الراء، وكانت لثغته على الراء، فلم يزل يروضها حتى انقادت له طباعه وأطاعه لسانه، فكان لا يتكلم في مجالس التناظر بكلمة فيها راء، وهذا أشد وأعسر مطلبا مما أردناه. وليس حكم الكتاب في هذا الباب حكم الكلام، لأن الإعراب لا يقبح منه شيء في الكتاب ولا يثقل، وإنما يكره فيه وحشي الغريب وتعقيد الكلام، كقول بعض الكتاب في كتابه إلى العامل قوله: وأنا محتاج إلى أن تنقذ إلي جيشا لجبا عرمرما. وقول آخر في كتابه: عضب عارض ألم فأنهيته عذرا. وكان هذا الرجل قد أدرك صدرا من الزمان، وأعطي بسطة في العلم واللسان، وكان لا يشان في كتابته إلا بتركه سهل الألفاظ ومستعمل المعاني. وبلغني أن الحسن بن سهل أيام دولته رآه يكتب وقد رد عنها الله خطأ في آخر السطر في أوله، فقال: ما هذا؟ فقال: طغيان في القلم. وكان هذا الرجل صاحب جد وأخ ورع ودين، لم يمزح بهذا القول، ولا كان الحسن أيضا عنده ممن يمازح. ونستحب له أيضا أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام. فإني رأيت الكتاب قد تركوا
تفقد هذا من أنفسهم وخطوا أو وخلطوا فيه، فليس يفرقون بين من يكتب إليه فرأيك في كذا وبين من يكتب إليه فإن رأيت كذا ورأيك، إنما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين، لا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء والأساتذين، لأن فيها معنى الأمر، ولذلك نصبت. ولا يفرقون كذلك بعض الكتاب بين من يكتب إليه وأنا فعلت ذلك، وبين من يكتب إليه ونحن فعلنا ذلك، ونحن لا يكتب بها عن نفسه إلا آمر أو ناه، لأنها من كلام الملوك والعظماء. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا الابتداء خطبوا في الجواب، فقال تعالى حكاية عمن حضره الموت: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل رب ارجعن. وربما صدر الكاتب كتابه بأكرمك الله أو أبقاك، فإذا توسط كتابه وعدد على المكتوب إليه ذنوبا له فقال: فلعنك الله وأخزاك، فكيف يكرمه الله ويلعنه ويخزيه في حال؟ وكيف يجمع بين هذين في كتاب؟ وقال أبوزير لكتابه في تنزيل الكلام: إنما الكلام 4: سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخبرك عن الشيء. فهذه دعائم المقالات، إن التمس فيها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابع لم تتم. فإذا طلبت فاسجح، وإذا سألت فأوضح. فاسجح بمعنى ارفق، ومنها المثل السائر في العفو عند المقدرة: ملكت فاسجح. وهو مروي عن عائشة قالت للإمام علي يوم الجمل حين ظهر على الناس: خذنا من هوجدها، ثم كلمها بكلام فأجابته: ملكت فاسجح، أي ظفرت فأحسن، وقدرت فسهل، وأحسن العفو. وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرت فأحكم، وإذا أخبرت فحقق. وقال له أيضا: وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول، أي أجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. يريد الإيجاز، وهذا ليس بمحمود في كل موضع، ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مقال. ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله تعالى في القرآن، ولم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام. وعلل هذا مستقى في كتابنا المؤلف في تأويل مشكل القرآن. وليس يجوز لمن قام مقاما في تخضيض على حرب أو حمالة بدم أو صلح بين عشائر أن يقلل الكلام ويختصره، ولا لمن كتب إلى عامة كتابا في فتح أو إصلاح أن يوجزه. ولو كتب كاتب إلى أهل بلد في الدعاء إلى الطاعة والتحذير من المعصية كتابا يزيد ابن الوليد إلى مروان حين بلغه عنه تلكوه في بيعته، قال له، أي كتاب يزيد إلى الوليد: أما بعد، فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت،
والسلام. شوف الإيجاز ده كيف. لم يعمل هذا الكلام في أنفسها عمله في نفس مروان، ولكن الصواب أن يطيل ويكرر ويعيد ويبدأ ويحذر وينذر. هذا منتهى القول فيما نختاره للكاتب. كل الكلام ده يقول في أدب الكاتب عليه أن يتحلى بكل ما ذكرناه. عزيزي المشاهد، أنا خلوني أكمل المقدمة وسأعلق قليلا. هذا منتهى القول فيما نختاره للكاتب، فمن تكاملت له هذه الأدوات وأمده الله بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر وخفض الجناح، فهذا المتناهي في الفضل العالي في ذرى المجد الحاوي قصب السبق الفائز بخير الدارين إن شاء الله تعالى. والله بعد هذا الكلام، فإذا كنت عزيز المشاهد تصنف نفسك أحد الكتاب في زماننا هذا، وأنت لم تكن في جملة ما وصفه ابن قتيبة، فراجع نفسك ولنراجع أنفسنا جميعا. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وربما نأتي أن نتحدث عن الأبواب التي شملها أدب الكاتب لابن قتيبة، فهو كلام مفيد وكلام مهم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. استمعتم إلى حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. ألتقيكم بحوله تعالى إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين تحياتي وتحيات الزملاء الذين يقومون بإخراج هذه الحلقة بالشكل الذي ترونه أمامكم، ولهم التحية والمعزة والشكر، وإن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.